اللهم ارزقنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، أمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بإذن الله كده هنبتدي روتيننا مع بعضينا. يلا قوموا تنشطوا، وكل اللي وراها حاجة تعملها. ربنا يديكم الصحة وطولة العمر ويعفو عنكم. النهاردة بإذن الله هنعملوا ايه؟ هنبتوا مع بعضنا شوية فول نابت. انتوا عارفين طبعا ان بنتي تعبانة، فهنعملها الفول النابت واحنا هناكله معاها منضمة. بس اول حاجه حبايبي جبت كده تقريبا نص كيلو فول ولينته في الميه وسيبته 24 ساعه. تاني يوم الصبح قمت يعني سبت عملت مثلا 7 بالليل، نعمله تاني يوم 7 بالليل 7 الصبح، يعني 7 الصبح كده. صحيت تاني يوم كده، رحت قمت غسلتها شطفت شطفه حلوه وحطيتها في الشاشه. شايفين ابتدى هو ينبتها. هناخده برضه نشطفه، بنغسله مرتين او ثلاثه في اليوم. كل ما تدخل المطبخ تلقي نفسك مثلا بتعمل اي حاجه في المطبخ، اغسليه اغسليه غسله حلوه، وبعد كده تروحي ايه نقضاه على مصفايه 5 دقايق، وتروحي باله فوطه بله حلوه كده وتعصريها نص عصره، وتحطي فيها الفول النابت. يا اما تغطي بيه الوش، يا اما تحطيه في الطبق نفسه وتكبي فيه الفول. هتشوفوه قدامي. يلا عاد اعملوا لي لايك وشجعوني واشتركوا في قناتي، وكتبوا لي تعليق حلو يفرحني ويفرح بنتي. معلش انا اسفه الفتره اللي فاتت اذا كنت اديتكم طاقه سلبيه من المشاكل ومن الزعل، بس والله انا سيبت المشاكل ورا ظهري. ادعوا لي عاد هي تسيبني وتسيبني في حالي. باذن الله كده ان شاء الله مع بعضنا الايام الجايه تبقى احسن واحسن. اذا كان يا حبايبي حبيبتي ربنا يبارك فيها اللي بتنصحني تقول لي صوتك حزين، والله على رأي اللي قال كتر الأسى هو اللي بيخلي الواحد يعني يبان صوته حزين. ولا إيه؟ الحمد لله على كل حال. صباحكم فل، صباحكم عسل، صباحكم زي القشطة إن شاء الله. شايفين غسلت الفول اها، وهنحطها في المصفى يا دوبك، يعني مش هنسيبه يتصفى جوه عشان يبقى فيه ميه تخليه ينبت. زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعملوا لي عاد لايك وشجعوني، اوعوا تنسوني حبايبي. الحمد لله على سلامتكم كلكم كلكم كلكم، ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا. بدور بدورة حبيبة قلبي، الحمد لله على سلامتك، نورتيني وشرفتيني من تاني. مدام هناء ربنا يبارك فيك ليا. مدام حنان ربنا يخليكم ويديكم الصحة وطولة العمر يا رب، ويبارك فيكم ويخليكم يا رب ويديكم الصحة. مدام اللهم صل على رسول الله. يا حبايبي زي بعض سامحوني بننسى، قلت لكم اكتبوا لي اساميكم بالعربي عشان نعرفها. هنكمل معاكم الفول ونرجع نكمله مع بعضنا. شايفت الفوطة غسلتها كيف ونشفتها كذا مرة. شايفين؟ هنحط كده الفول. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنحط كده ونروح كاب عليه الفول ونغطيه. أنا الأول كنت حاطة الفول وكنت محطة الغطا على الوش، بس حبيت نوريكم إن كده ماشي وكده ماشي. شايفين الفول ابتدى يشنبها. كل ما تدخل المطبخ سبحيه، كل ما تدخل المطبخ سبحيه وغيري له ميته بس. وبعد كده اهم حاجه ان على طول الفوطه بتاعتك تبقى مبلوله. زغرتوا زغرتوا عاد يا حبايبي. الغسيل اللي مش هيخلص ده الغسيل اللي مش بيخلص. كل ده غسيل يومين، يومين ما غسلتش خربت الدنيا. يا خراشي انا في الغسيل، يا لهوي يا لهوي. شايفين؟ شايفين؟ صرخوا معايا وقولوا يا واحد ادي عاد الغسيل اللي مش خلصان. هنخلصوا غسيلنا وهنخلصوا مطبخنا باذن الله. باذن الله ان شاء الله مع بعضنا الدنيا احلى واحلى، وبإذن الله الهموم تنسانا وننسوها، آمين يا رب العالمين. أم مصطفى حبيبتي، قناة بيوتنا بكل بساطة مع أم مصطفى. نورتيني حبيبة قلبي. يا ريت يا حبايبي تشتركوا عنديها كده وتقولوا لها انكم جايين من طرف يوميات عيشة الغلابة. إنسانة محترمة، محتواها حلو خالص خالص، مكافحة زينا في الدنيا. ربنا يبارك فيها يا رب، قناتها تكبر وتبقى أحسن وأحسن وأحسن بإذن الله يا رب. ربنا يوسع علينا كلنا وربنا يكرمنا كلنا بالصحة والستر، الصحة والستر بالدنيا كلها يا حبايبي. شايفين عاد الغسيل؟ شايفين يا حبايبي الغسيل اللي مش خلصان ده؟ وكمان تقولوا لي ما تقوليش حاجة تزعلنا. طب نعمل ايه؟ نشكي لمين ونقول لمين؟ ما قلتش الحبايبي يا ناس. الغسالات باظت، الغسالتين باظن، مش عارفة ايه نعمل. يعني ما نقدرش يا حبايبي نغسل ده كله على ايديا. هنطلع الغسالة دي نوديها البلكونة ونحاول نغسل على الغسالة دي. جبتها برضه من البلكونة بس بتموع مويع مش بتدعك. وادي البيت عاد زي ما انتوا شايفين. احنا زي ما انتوا حبايبي متابعيني وعارفيني، اللي بتكنس واللي بتغسل واللي بتنظف، واليوم كده وكده وشغال والحمد لله.
حبيبتي اللي طلبت الفطير الشرقي هنعمل ليكي، بس تعال نوسوسك في ودانك عشان محدش يسمع. هنعمل ليكي من غير لحمة ومن غير فراخ، عشان انا لا عندي لحمة ولا عندي فراخ، بس هتطلع زي العسل بإذن الله، هتعجبك إن شاء الله. شايفين الأبلة مليكة جوا الغسالة؟ شايفينها؟ طبعا دي راحة مع الرايح وجاية مع الجاي. ربنا يخليكم ويكرم كل مشتاق بالذرية الصالحة، أمين يا رب العالمين. يبارك فيكم ويخليكم ليا ويجعلكم في حياتي نعمة وفضل على طول يا رب العالمين، أمين. حبايبي من تونس، من مصر، من اسكندرية، ناس اسكندرية توحشتكم خالص خالص. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا. من السعودية، من المغرب، من قطر، من أي بلد بتتابعوني، على راسي على راسي يا حبايب قلبي. ربنا يبارك فيكم. أسرتنا مع بعض يا رب، أسرتنا تكبر وتبقى أكتر وأكتر وأكتر، وتدوم المحبة بيننا يا رب العالمين، آمين. يخليكم ليا ويبارك لي فيكم يا رب، ويديكم الصحة وطولة العمر يا رب، ويخليكم يا حبايب إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله بكرة لو خبزنا رغفان برضه هتشوف الروتين معايا. إيه رأيكم؟ العيال بيقولوا يما ما تغيري لنا الملوخية والبطاطس. هي الملوخية والبطاطس دي كتبوها لك في القايمة؟ كل طبخة ملوخية وبطاطس، ملوخية وبطاطس. خلاص يما احنا زرعنا. هنقول لهم حاضر ولا تزعل، هنعملكم بطاطس وملوخية. شفتوا غيرت؟ أنا كده كدبت عليهم بذمتكم؟ غيرت ولا ما غيرتش؟ قولوا لي بس، قولوا لي عشان العيال ايه مطلعين عيني، يما غيري يما غيري، بتعمل لنا ملوخيه وبطاطس ملوخيه وبطاطس. لا هنغير ونعملكم بطاطس وملوخيه ولا تزعلوا. البلكونه اللي مش خلصانه. شايفين الفصوص لميتها وحطيتها في، اللهم صل على سيدنا النبي، في صندوق خشب كده عشان ايه برضه تتهوى وتقرقش اكتر واكتر. الستاير، الستاير يا حبايبي، الستاير ادعوا لي نجيب ستاير يا ناس. الستاير مبهدلانا. شايفين؟ هنا هننظفه كل يوم. البنت ينزل البلكونه وينظفن ويكنسنها كل يوم، بس النظيفه دي بنعملوها كل يومين او كل ثلاثه بسبب اضطراب الدنيا، بتدعك بتدعك، مفيش فايده يعني. ده الكليم ده بنفرشوه في الاوضه. غسلناه على العيد بس ما فرشوهش البنت عشان هو يا حبايبي خفيف، فعايز اعرك على السماريك. السماريك ايه السماريك ده؟ السماريك اللي هو السيراميك. معايا بنت صغيره بتقول يا ماما مش بنفرش عنها على مش بنحب نفرش السجاده على السماريك عشان بتزحلقني. بس هنطبقوها كده وهنركنوها على جنب، وهينطفن البلكونه زي ما انتم شايفين. قفص العيش حلف ما يسيبها. يا ابوي سيبني، قال لها ابدا ما نسيبكيش نروح معاكي. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي تعليق حلو يفرحني ويبسطني كده انا وبنتي. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب، خليكم ليا ان شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ اللي لا مؤاخذه لا مؤاخذه الشكاره دي فيها الجزم القديمه. طب ارميها الشكاره الجزم القديمه. ما انا لو رميتها مش هينفع. ليه؟ لان البنت ساعات بيرجع لها تاني دورا فيها على رباط، على كاوتش ماشي نص عمر يلبسنه. فحبايبي زي كده بنخليها في البلكونه، اللي يعوز منها كاوتش اللي يعوز منها شبشب، يعني من فات قديمه تاه معنى اصح. احنا مش بنرموه غير لما يقول خلاص قاق منيكم يروح يشتكينا كده. ليه لما بنرموه؟ يا بنت حوش الغربال بتدوس عليه برجلك. بس زي ما انتوا شايفين كده حبقها هتاخد هتركنا وشكارة كده تحطها على جنب، وبإذن الله بإذن الله هنروقوا البلكونة ونمسحوها معاكم وتبقى زي الفل. كمان النابت يا حبايبي بتبليه مثلا، اللهم صل على رسول الله، من 7 الصبح لتاني يوم 7 الصبح، يعني 24 ساعة. بعد كده بتروح تغسليه وتجيبي له فوطة تعصريها نص عصرة أو تبليها نص بلة، يعني زي ما هتقولوا عليها، وتحطيها على وش الفول. يا إما تحطيها كده وتكبي الفول جواها وتغطيها، المهم تغطيها غطية حلوة وتسيبي. كل ما تدخل المطبخ كل 3 4 ساعات سبحي. لا مثلا مش فايقة ومش عايزة تعمل كده، يبقى مرتين، مرة في الصبح ومرة في الليل. بس اوعي تنسيه عشان ما يفرعطش كده ويبقى ريحته وحشة ويبوظ منك ويدوب. تغسليه تبص تلاقي كل ما انت بتغيري له ابتدى يشنب، يطلع له شنب. يعني الشنب مش في الرجالة بس، حتى الفول فيه شنب. لو كانت بالشنبات كان بقى الصراصير ابو الرجال. فاهميني؟ فاهمين؟ قولوا فاهمين. خلاص بنغير للمية كده وبنعصر عليه، نشطف كمان الفوطة تغسليها. لما تجي تغيري للفول اغسل الفوطة كل مرة علشان ما تعملش ريحة. مش تغسل الفول وتسيب الفوطة، لا، تغسل الفوطة غسلة حلوة كده وتعصريها نص عصرة وتحطي فيها الفول تاني كده 3 4 مرات في اليوم. لا ما قدراش يبقى مرتين، اهم حاجة يتغسل
شفتوا الست مليكة عدت قدامنا اها. مليكة دي مطلعة روحنا، ربنا يبارك فيها ويخليها يا رب، ويكرم كل مشتاق بالذرية الصالحة. الغسيل ده قسما بالله بسبب الغسالة هتموع مويع. غسلت من الساعة 8 الصبح لغاية بعد العشاء وأنا في الغسيل بسبب الغسالة. ادعولي عاد دلوقتي بقيت غسالة والستاير هاصت هاصت هاصت، كله عايز يتصلح. ربنا كريم مش هينسانا والله العظيم، ربنا كريم أكرم منا ما فيش. الحمد لله على كل حال. هنا على قد ما نقدر بنحاول نديكم طاقة حلوة كده عشان تقوموا تكنسوا وتنظفوا زي حنينها بتكنس. ويبارك فيكم ربنا ويصلح حالكم وحالنا يا رب العالمين آمين. وكل وراها حاجة تقوم تعملها على رأي المثل اكنس بيتك معلش عاد اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين هيخش. فانت على طول خلي بيتك حلو ونظيف على قد ما تقدري، مع ان والله العيال ما بيخلوه على طول ايدينا فيه وبرضه ما فيش فايده. شايفين الغسيل ركنته كده علشان هي تخلص كنس، ما نقعدوش كلنا متعلقين بسبب ايه الغسيل وتقعد الشقه مقلوبه من فوق لتحت. نفسي نوريكم الغساله كانت بتدعك كيف بتموع مويع. المهم نرجع فولنا تاني. شايفين شايفين انا ملكلكاها كيف في الفوطه شنب شايفين شنباتها طلعت كيف. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا نعملوا حبايه كده عشان البت العيانه وعشان البت يتغدوا. بصراحه النهارده عندناش حاجه فقلنا نعملوا نابت. حطينا حله على النار تحطش فيها ولا حاجه غير ربع معلقه ملح ليمون بس. اهم حاجه الميه تغلي. بعد كده تحط الفول. طبعا انا ما حطيتش الفول كله زي ما عارفيني انا بندس الحاجه بقيها. طبعا انتوا خلاص بقيتوا حافظيني وعارفيني مش بنعمل الحاجه مره واحده ناكلوها ونقعد عليها، لا بندسها نصها او ربعها بينفعني في يوم واحد في يوم تاني. شايفين الفول بسم الله ما شاء الله. طبعا الليمون غالي يا حبايبي، لو عندك ليمون عصري لها ليمونتين بس. ملح الليمون احسن مش بيديها سنه المراره. ادي طاب بسم الله ما شاء الله ويبقي زي العسل. بعد ما طاب زي كده حطيت له ملح وكمون، ولو عايزه تحطي له غبره شطه حطي له بس ايه. انا حطيت ملح وكمون. كمان ممكن تحطي لها يا حبايبي راس تومه وبصله بس انا ما حطيتش زي ما عارفين كانت بنتي تعبانه فانا ما حطيت لهاش يعني. حطيتش غير الملح الليمون وحطيت اللهم صل على رسول الله الملح العادي. ادي النابت زي العسل عبيتها في كيسين هنحطها في التلاجة في الفريزر عشان لما نعوزها نطلع. ودي الفصوص عاد القرقشتها معاكم. شفتوا الزوم الفصوص ايه جاها لازمتها. شايفين طالعه متحمسه وجميله ازاي. وليمونه كده وهنحط لها تفطر علشان تاخد العلاج. ادعوا لها عاد ربنا يتم شفاها على خير. طبعا انتوا عارفين ان هي طلع عندها جدر المائده والحمد لله على كل حال يا رب. قالت لي الدكتوره اديها شوربه. طبعا الفراخ مولع موت فانا عملت لها النابت كلها شوربه في الاخر والحمد لله على كل حال. وربنا يكرمنا ويكرمكم بالصحة والستر كده إن شاء الله ويخليكم لي يا حبايبي. تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وفي تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وأنا آسفة لو كنت بنديكم طاقة سلبية بس بإذن الله اللي جاي مع بعضنا أحلى وأحلى. على قد ما نقدر هنركن مشاكلي على جنب وهنبقى معاكم إن شاء الله بإذن الله. مع بعضنا ندوا بعضنا طاقة حلوة كده ونعملوا كل اللي ورانا. وربنا كريم ادعونا عاد بالصحة وبالستر احنا وانتوا. ربنا يدوم علينا صلاح الحال والحمد لله. ربنا يبارك فيكم ويخليكم لي يا حبايبي كلكم على راسي من فوق. نورتوني وشرفتوني. متشكرة خالص خالص لكل واحد كتب لي تعليق حلو جبر بخاطري انا وبنتتي. ربنا يجعلك في ميزان حسناتك ويعفى عنكم ويبارك فيكم ويخليكم لي ويدومكم في حياتي نعمة وفضل بإذن الله. بإذن الله اللي جاي أحسن. ربنا هيكرمني كده وهنتصرفوا ونعملوا فيديوهات أحسن وأحسن وأحسن. بس ادعوا لي ربنا يفك الكرب ويوسع الرزق لي وليكم وكل المسلمين وكل من سمعنا وقال آمين آمين يا رب العالمين. عادي يا حبايبي ادي الفيديو هنا النهارده. تنسونيش في التعليق الحلو وقولوا لي ايه رأيكم في النابت ومع ألف مليون سلامة.